بما ان النهاردة الجمعة صلوا بينا على النبي، وتعالوا بقى نعمل مع بعض احلى واسهل طريقة لكفتة الفراخ المشوية من غير فحم، من غير شواية. هتشويها في الفرن ومحدش هيعرف خالص انك عاملاها في الفرن، بمكونات سهلة وموجودة في كل مطبخ. وهقولك على التركات اللي هتطلعها معاكي طرية من جوه ومستوية وزي الفل، وبنفس الوقت ان هي مش هتبقى ناشفة كده وتحس ان هي ما فيهاش ميه، لانها معموله بصدور فراخ. فانا هقولك هنحط ايه هيخليها طريه معانا وهتطلع جميله، هتعجبكم ان شاء الله من اول مره. بس قبل ما نبدا انا معاكم من مطبخ عامر، لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وتدعموني باشتراك للقناه. تعالي بقى اقولك ان الكمية اللي قدامنا دي معمولة بنص كيلو صدور فراخ بس، ومعاه مكون تاني، ولا هو فول صويا ولا هو برغل ولا اي حاجة مضرة خالص. المهم انك هتعملي حاجة طعمها حلو ومغذية للاولاد، وفي نفس الوقت ما فيهاش اي ضرر خالص. عشان ما اطولش عليكم قولوا لي طولي. معايا نص كيلو من صدور الفراخ مقطع عليه او بشرين بصلايه، يعني متوسطه يعني او كبيره شويه. خلاص. هبشرها بشر ناعم وهخليها بميتها على صدور الفراخ. وهبدأ اجيب رغيف عيش اللي هو البلدي ابو ردة ده، وانقعه في المية لحد كده. تمام تمام. جبت البانيه بقى وحطيته في الكبة بتاعتي ونعمته خالص خالص، مش عايزة احس ان فيه اي كتل. وجبت رغيف العيش بتاعي صفيته كويس قوي من المية وفرمته لوحده. خلي بالنا ان احنا لغاية هنا بنفرم كل حاجة لوحدها. خلاص كده. نيجي بقى للخطوة دي. هحط رغيف العيش اللي انا فرمته. رغيف العيش هنا يا جماعة بيزود معايا الكمية شوية، وفي نفس الوقت بيديها طراوة. والحاجة الميزة التالتة بقى انه طعمه ما بيبانش خالص معاكي. وطبعا انت ممكن تستخدموا بداله فول الصويا، بس بنسلقه ونصفيه كويس قوي. وبصراحة انا كتجربة الفول الصويا احلى بكتير من اي حاجة تانية جربتها، ولكن عشان هو مضر شوية فبقلل استخدامه. حطيت بقى واحدة بيضة بس على النص كيلو، وطبعا دي اللي بتدي صدور الفراخ طراوة، لان احنا عارفين ان صدور الفراخ بتبقى ناشفة خالص. حطيت معلقة من الفلفل الاسود، وظبطت الملح بتاعي، وهحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر او اي مادة رفع، يعني زي الكيك شيف او اي حاجة موجودة عندك. خلاص كده. بس ما تستغنيش عنها خالص، لان هي بتدي هشاشة كده للكفتة وما تخليهاش مكتومة معاكي، وهتطلع معاكي ان شاء الله زي الفل. طيب المكونات اللي معايا دي بقى هبدأ امزجها كلها ببعضها. وللأمانة أنا رجعت حطيتهم في الكبة تاني عشان أضمن إن مفيش أي تكتلات وكل حاجة اختلطت ببعضها كويس قوي. وطبعا هتلاقي إن المكونات بتاعتك طرية قوي قوي قوي، فانت هتحسي إن الوصفة فاشلة. اوعي تضيفي دقيق، اوعي تضيفي نشا، ولا كل الكلام ده. طب هنعمل ايه لو لقيناها طرية ومش ماسكة نفسها؟ خديها على الفريزر مش أقل من ساعة. طب هتحطيها في التلاجة، عاوزة مثلا تعمليها من بالليل وتحطيها في التلاجة، يبقى 100 فل وعشرة. خلاص. لكن لو مستعجلة مش اقل من ساعة في الفريزر، بحيث ان انا لما اصبع الكفتة يبقى الصباع ماسك نفسه كده ومش مفرول، وما اضطرش بقى اضيف لها دقيق ولا نشا ولا بقسماط ولا كل الحاجات اللي بتغير الطعم معايا ده. خلاص. اهو انا كده مطلعاها من الفريزر، تقريبا خدت نص ساعة. كان المفروض برضه اسيبها شوية عشان اضمن ان الصباع يبقى ماسك نفسه قوي. طبعا بنبل ايدينا زيت حبة حلوين كده، لان هي ما فيهاش دهون خالص زي ما احنا متفقين. وهبدأ احطها. عايزة اقول برضو ان انت لو عندك حتة دهنة كده حوالي يعني 8 كيلو او اللي هو 125 جرام، يعني تفرميهم معاها هتبقى زي الفل واطعم بكتير. ما عندكيش خلاص عادي، هي طالعة تحفة كده. هنيجي بقى للخطوتين المهمين قوي قوي في اي طريقة كفتة. ايه هما؟ اللي هو طريقة التسوية والحاجة اللي احنا هنسوي فيها. ما ينفعش تاخدي الكفتة بالطريقة اللي انا مديها لك دي تسويها على في طاسة او في جريل وتقولي لي الله هي ما طلعتش زي بتاعت بره ليه. هقول لك يا ست الكل انت لازم تسويها بالطريقة اللي انا هقول لك عليها دي. اي شبكة عندك، لو ما عندكيش شبكة ضيقة
دي شبكة الفرن اللي تيجي فيه، هتغلفيها بورق فويل كده وتفتحي فيها فتحات واسعة قوي بحيث ان الكفتة ما يبقاش تحتها حاجة. خلاص، وهنحط ورق الفويل ده. لو انتي بتقلقي من ورق الفويل ممكن تغلفي ورق الفويل ده، تحطي عليه طبقة ورق زبدة وتعملي فيها الفتحات دي. ليه بقى عاملين الكلام ده كله؟ علشان الكفتة ما تنزلش المية بتاعتها وتستوي فيها، هتحس ان هي مسلوقة. حتى لما بتنشفيها بتنشفي المية بتاعتها برضو في الفرن، فانت بتزودي وقت التسوية فبتنشف معاكي اكتر، وبيطلع طعمها طبعا حلو بس مش مشوية، وطعمها مختلف تماما عن اي كفتة دقتيها بره. خلاص، يبقى اتفقنا اول خطوة نجاح للكفتة انك تسويها على الشبكة. ما ينفعش تسويها في صينية في الفرن ولا على طاسة فوق البوتاجاز ولا الكلام ده كله. طب ايه بقى الخطوة التانية اللي بتنجح الكفتة برضو، سواء كفتة اللحمة او كفتة الفراخ؟ الخطوة التانية ان الكفتة ما تقعدش كتير في الفرن. ليه بقى؟ كل ما تقعد في الفرن كتير هتفقد السوائل اللي فيها وهتبقى ناشفة جدا وطعمها مش جوسي من جوه. طيب هنعمل بقى ايه؟ هنسويها على نار عالية، تدخل فرن سخن جدا. طيب انا لو الفرن بتاعي بيشغل الشواية مع الارضية يبقى حلو جدا. طب ما بيشغلش الاتنين مع بعض يبقى نسويها على الشواية بس. هحط الشبكة بتاعتي في نص الفرن وافتح الشواية على اعلى حاجة 10 دقايق، هقلب الجنب التاني على الكفتة على الجنب التاني، هتلاقيها استوت معاكي ويمكن اقل من 10 دقايق كمان. لو عجبتكم الوصفة قولي رأيكي فيها ايه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.